من أصعب اللحظات اللي ممكن أم تمر بيها إنها وهي بتفرح بابنها العريس وبتزغرط لفرحه وبتجهز للوليمة للعزايم، في لحظة تشوف العريس قدام عينيها متوفي، تشوف الصراخ من الأخت والقرايب وهم بيقولوا لها الحقي العريس مات. إزاي العريس مات؟ وطلقة تخلي الزغاريت تتبدل لصراخ وانهيار شديد. فرحة العريس المدرس، العريس اللي كتب كتابه، واللي فرحة أمه وأبوه ما كانتش تتوصف، واللي كل الأهل والقرايب موجودين في بيته بيجهزوا للزفاف. في لحظة واحدة العريس يسقط على الأرض متوفيا بطلقة من 2 ملثمين. مش هتتخيلوا مين هم دولي وسبب الوفاة كان ايه، وليه المتهم حلف ان هو ما يخليهوش يفرح بزفافه ولا بعروسته. ليه المتهم حلف ان هو يقصف عمره قبل ما يخش حياة جديدة. تفاصيل النهاردة مؤلمة بمعنى الكلمة. عريس فرحة أمه وأبوه كتب الكتاب وعزموا الأهل والحبايب والقرايب كلهم، وكل الناس موجودة داخل بيت العريس بيستعدوا لعمل الأكل والشقة والعفش الجديد والفرحة الكبيرة جدا اللي بيكون فيها الأهل والحبايب كلهم متجمعين. إزاي العريس المدرس فرحة أمه وأبوه اللي كانت فرحتهم ما تتوصفش، فجأة الصراخ يشعل منزل العريس، تتبدل الزغاريت والفرحة والسعادة اللي كانت مالية الدنيا كلها حواليهم لصراخ وانهيار، وهم شايفين العريس قدام عينيهم متوفي غدر. يا ترى ايه الموضوع؟ وليه المتهم كان عنده كل الحقد والغل ده ان هو يموته قبل ما يتجوز؟ بنتكلم عن عريس كرداسة، المدرس الجميل اللي كل الناس كانت فرحانة بيه، واللي أمه وأبوه بدأوا يعزموا أهل القرية كلها والقرى المجاورين كمان عشان يحضروا فرح عريسهم. بعد ما كتب الكتاب وخلاص بيجهزوا لحفل الزفاف، واحد اتصل بيه وطلع يكلمه قدام الباب، وهو بيتكلم ومسك التليفون بإيده 2 راكبين موتوسيكل ملثمين، منهم واحد سايق الموتوسيكل والتاني معاه المسدس، ونشن بالمظبوط وأخد الطلقة في دماغه، وفي ساعتها وقع على الأرض. خرجت الأسرة من داخل المنزل وانهيارها الشديد على وفاة عريسها، وهم مش مصدقين، وهم في حالة من الانهيار الشديد للأم والأب والأخت والأهل الكتير جدا اللي كانوا جوه البيت. ده احنا متلمين عشان بنجهز لفرحك، ده احنا بنجهز الولايم جوه لأصحابك والناس اللي احنا عازمينهم، امال احنا هنعمل فرح لمين؟ وبدأ الكل يصرخ وهم في لحظة محتاجين رحمة ربنا تهدي قلبهم. والأخت منهارة، ده احنا جايبين لبس والبدلة العريس والحاجات الجميلة، والعروسة لما سمعت الخبر رحمة ربنا بيها. تخيلوا مين اللي موته وليه موته. اتكلم وقال ضحك على بنتي الصغيرة وخلى بيها، خد منها اللي هو عايزه وراح يتجوز غيرها. قررت أنتقم لبنتي،
المتهم أمام جهات التحقيق طبعا بعد ما على الفور الشرطة فرغت كل الكاميرات المجاورة وأخدوا التليفون اللي كان مع المجني عليه وفرغوا فيه كل المكالمات. كان في مكالمات تهديد كانت بتجيله من فترة، وآخر مكالمة اطلع عاوز أكلمك قدام البيت، وبعديها كانت النهاية. اتكلم المتهم أمام جهات التحقيق وقال إن هو كان ومعاه خمسة من بينهم أبنائه اتفقوا إن هم ياخدوا حق بنتهم اللي هو دنس شرفها على حد قولهم. وقال بنتي كان عندها 15 سنة، أوهمها بالحب والزواج، استغل إن هو وسيم حتى وقعت في المحظور، وبعد ما عمل العلاقة الآثمة وسلبها أعز ما تملك سابها وراح يتجوز غيرها. وقال إن هو بعد ما علم من الفيسبوك بعقد قرانه وانهيار بنته بسبب إنه تخلى عنها وبدأت تبكي وتصرخ ضحك عليا وخلى بيا وراح يتجوز غيري. في اللحظة دي اتكلم المتهم وقال قررت إن أنا آخد حق بنتي، إن أنا مخلوش يفرح زي ما حرق قلب بنتي وحرق قلبي ودنس شرفنا وفضحنا، وكمان رايح يفرح ويفرح أهله وإحنا نشيل العار طول عمرنا. الموضوع كان صعب جدا للعريس اللي عنده 31 سنة بعد إصابته بخرطوش بالرأس والصدر، وكان في غموض كبير جدا جدا في الواقعة في البداية لحد ما رجال المباحث طبعا كثفوا جهودهم وتحروا ووصلوا للمتهم. قال إن هو التقى بيه قبل كده كم مرة وحذره وقال له اللي انت عملته في بنتي ده مش هيعدي على الفاضي كده، وازاي بنات الناس لعبة، وانت بعد ما عملت كده سبتها. طبعا مردش عليهم على حد قول المتهم، وكانت النهاية انهيار بنته اللي عندها 15 سنة اللي كانت بتحبه، وهي كل يوم شايفاه ماشي مع خطيبته الجديدة العروسة الجديدة. اتكلم المتهم وقال أول ما شفت كتب كتابه وأنا النار بدأت تاكل فيا وكأني بموت كل لحظة، وأنا شايف بنتي حياتها ضاعت، وأنا شايف اسمي وشرفي بقى في الأرض، وهو بيفرح ومبتسم وسعيد. الموضوع كان صعب جدا جدا إن احنا يعني نتكلم عن عريس مدرس معلم أمه وأبوه من أفاضل الناس، أهله من أطيب الناس، وهو في أهل القرية كل الناس بتشكر فيه، كل الناس بتتكلم عنه بالأدب والأخلاق، لدرجة إن الناس كلها كانوا مجهزين عشان يحضروا فرحه. وفي لحظة واحدة كل الفرح ده انقلب لسرادق عزاء، كل الزغاريط والأكل اللي كان معمول عشان يتقدم في الفرح اتقدم في العزاء بتاعه للناس اللي جايين يعزوا. الموضوع صعب جدا، صعب انك تشوف ام واب بيصرخوا وعروسة لسه ما دخلتش دنيا، عروسة ما لحقتش تفرح، وكل ده انتهى بوفاة العريس. وعلى النقيض الاخر متهم بيقول خدت حقي وحق بنتي اللي بتبكي ليل ونهار بسبب انه خدعها وخد منها اعز ما تملك وكسر فرحتها. الموضوع صعب جدا. اعز ما تملك، الموضوع صعب جدا لعريس الكل بيبكي عليه، والعروسة والبنت اللي اتغدر بيها. ادعوا للفقيد بالرحمة، ادعوا لأسرته ربنا يصبره. مش عارفة أقول بصراحة إيه عن القضية دي، هستنى تعليقاتكم فيها. شكرا ليكم، تحياتي.